ازيكم عاملين ايه يا اغلى متابعين؟ ان شاء الله كده تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهارده هنعمل مع بعض فيديو كده، نحط العيش في المية المغلية ونشوف النتيجة. بجد بجد النتيجة طلعت حلوة جدا. اتمنى تجربوا معايا الفيديو وتشوفوا احنا عملنا كل الطحينة دي ازاي بالعيش اللي غليناه في المية. ونشوف بقى وصلنا للنتيجة دي ازاي. اتمنى طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك، ويلا بينا نسمي الله ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. ويلا بينا ندخل نشوف الفيديو. حط العيش كده في الماء المغلية وتعالي نشوف بقى هيحصل ايه. اهو حطيت كده رغيفين في الماء المغلية، هغليهم كويس قوي. انا زيكم كده لسه بجرب، وهنشوف بقى النتيجة مع بعض دلوقتي. لان بصراحة بحب اجرب كل حاجة كده، اجربها معاكم في الاول وبعد كده لو بقت كويسة اهلا وسهلا، مش كويسة هقول لكم برضو النتيجة. شايفين كده بعد ما غلينا بقى العيش في الماء المغلية واستوى خالص اهو زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. اهو انا عايزاه يبقى مهروت خالص، يعني يدوب كده. خلاص كده بعد ما هاخده بقى بالميه زي ما هو كده، مش هصفي الميه بتاعته. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. بعد كده معانا بواقي الطحينه دي لو تعرفوها. طبعا باكو 2 3 مش هيعملوا لنا حاجه كده من غير ما نزودهم. فاحنا هننزل كده بالطحينه على العيش. بعد ما شلنا البذر كده واتاكدنا ان مفيش اي حاجه، هنقلب تقليبه كويسه زي ما انتوا شايفين اهو. كل حاجة قدامكم، انا بس بجرب معاكم ونشوف النتيجة هتبقى ايه. ان شاء الله خير بقى، ان شاء الله ما نبوظش الدنيا. خلاص كده انا هنزل بيهم بقى في الخلاط، احطهم كلهم في الخلاط. وهضربهم بقى ضربة كويسة كده. هنضيف طبعا شوية زيت، معلقة زيت انا نسيت. هنضيف معلقة زيت للخليط ده. ونضرب تاني. بس كده هنجيب مصفى بقى ونحط كل الخليط ده هنا تاني. بعد ما خلصنا هننزل بكل الخليط اللي انتوا شايفينه ده كده في مصفى، عشان لو في بواقي عيش او حاجة. بس بصراحة ريحة الطحينة حلوة جدا. شايفين بسم الله ما شاء الله. ريحة الطحينة حلوة وكمان بقت كتير جدا. انا اول مرة اشوف الطريقة دي واول مرة اجربها، بس جربتها معاكم اهي. شايفين حلوة جدا والله. كل دي طحينة من باكوين 2 بس، مش معقول. انا قلت اجرب كده معاكم، بس بصراحة النتيجة حلوة جدا. بعد ما صفينا كل الطحينة بتاعتنا، شايفين يا جماعة بجد والله انا اتبهرت كده لما شفت النتيجة اهو. شايفين طحينة وتقيلة زي الفل. انا بصراحة لو كنت حطيت 10 بواكي من دول ما كانوش هيعملوا الكمية دي كلها اهي. بسم الله ما شاء الله. والريحة جامدة جدا. ريحة حلوة، ريحة الطحينة بقى طالعة كده مع الليمون. هنملى بقى برطمان اهي، هنملى برطمان منها. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. وهنملى طبق بقى نتغدى بيه. وجربوا بقى وما تخافوش، الطريقة طلعت حلوة جدا بصراحة. هنقفل كده بقى البرطمان اهو زي ما انتوا شايفين كده. طحينة مظبوطة زي الفل بصراحة، وعملت معايا كمية حلوة، وكمان فاضل طبق كبير هنتغدى بيه.
صراحة ربنا بقى احلى طحينة ممكن تعمليها، بجد بجد يا جماعة جربوا ما تخافوش. انا شفت الطريقة دي وقلت لازم اجربها معاكم. اتمنى طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك والكومنت الجميل بتاعكم. ولو الطريقة مش عاجبة حد ممكن يقولي على طريقة تانية. ونشوف بقى مع بعض كده ايه الحاجة الكويسة يعني ونعملها سوا. ولو الفيديو عجبكم قولولي طبعا، وما تنسونيش طبعا من الاشتراك في القناة. واشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.